في ثانية وبكبس الزر تلاقي نفسك في عالم مليان صور ومشاهد، في أوله فضول أو تسلية، لكن فجأة الفضول ده يتحول لقيد، عيد بياكل وقتك، تركيزك وحياتك كلها. السؤال هنا، هو أنت لسه في مرحلة الفضول ولا دخلت في دوامة صعب تخرج منها؟ قبل ما نبتدي متنساش اللايك والكومنت، ولو أنت مش مشترك ياريت تعمل اشتراك عشان نقدر نكمل. هل الإباحية إدمان فعلا؟ رغم إن بعض المصادر الطبية ما بتسميهاش إدمان رسمي، لكن الأعراض شبه أي إدمان: فقدان السيطرة، تكرار الفعل، وصعوبة التوقف. منظمة الصحة العالمية حطت السلوك الجنسي القهري ضمن الاضطرابات المعترف بيها. قد إيه الموضوع منتشر؟ 11% من الرجالة و3% من الستات بيعانوا من استخدام إشكالي للأفلام الإباحية. على مستوى العالم النسبة توصل إلى 13%. من الشباب بين ال18 وال25 سنة 6 من كل 10 بيتفرجوا شهرية. والمراهقين 93% من الولاد و62% من البنات اتعرضوا للمحتوى ده قبل ما يبلغوا. طب الإباحية بتعمل إيه في دماغك؟ الدراسات بتقول إن المخ بيتغير، مناطق المتعة والتحكم بتضعف، والمادة الرمادية بتقل. ومع الوقت المحتوى العادي ما بيكفيش، فتبدأ تدور على حاجة أقوى، وده اسمه فقدان الحساسية. طب إيه أثارها النفسية والاجتماعية؟ العزلة والذنب، بتبعد عن الناس وتكتم مشاعرك، والعلاقات الحقيقية بتتأثر، توقعات مش واقعية، فقدان الثقة، إحساس بالخيانة، وكمان القلق والاكتئاب. كل ما الاستخدام يزيد كل ما الحالة النفسية تسوء. وإزاي تقدر توقف؟ الخطوة الأولى: اعترف بالمشكلة. الاعتراف مش ضعف، ده بداية القوة. جرب العلاج السلوكي المعرفي CBT لتغيير أفكارك وعاداتك. حاول تنضم لمجموعات دعم عشان تلاقي حد يشجعك. ممكن كمان تحاول تغير روتينك، اشترك في أنشطة جديدة، وابني علاقات صحية. الخلاصة: لو الإباحية بقت قيد بيحبسك، اعرف إن مفتاح الحرية في إيدك. والخطوة الأولى: تبدأ دلوقتي